انا معايا واحده في الشغل اسمها نرمين، لسه جديده في الشغل وما بقالهاش كام يوم، وبصراحه البنت جميله لدرجه اني مستني اي يوم تيجي تكلمني وتسالني على اي حاجه. والنهارده وانا طالع الشغل لقيتها واقفه على باب الشركه وخايفه تطلع، فقلت دي فرصتي نتكلم انا وهي، ورحت بسالها خير مالك واقفه كده ليه؟ قالت لي يعني انت مش شايف، وشاورت لي على باب الشركه. فببص لقيت كلب قاعد ومش راضي يتحرك من مكانه، فقلت لازم استغل الفرصه مع اني بترعب من الكلاب اصلا، فمسكت طوبه وحدفتها على الكلب والحمد لله طلع يجري، وبقيت قدامها بطل طبعا. يا ريت بس نفضل فاكرين اهل غزه، لايك وادعي لهم على الاقل. وطلعنا الشركه مع بعض وانا بحكي لها عن مغامراتي مع الكلاب، واني اصلا بحب اربي كلاب متوحشه، وهي تقول لي يا بختك ده انا بخاف منهم ومش بعرف اتعامل معاهم. وبقيت كل شويه الاقيها جايالي المكتب تسالني على حاجه. المشكله بقى دلوقتي واحنا ماشيين، لاني جيت ابص من الشباك لقيت نفس الكلب قاعد وجنبه يجي 7 كلاب تانيين وقاعدين على باب الشركه. وطبعا الانسه نرمين كانت عاوزه تنزل ومش لاقيه حد ينزلها من الشركه غيري، وانا اصلا قاعد في الحمام بتحجج اني دايخ ومش قادر امشي، بس الحقيقه انا خايف انزل تاني للكلاب، فحد يجي يمشيهم يا شباب والنبي.